السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده هنعمل البلح الاسود ده. اسمه بلح كمنوري، اللي هو البلح الاحمر اللي بيسود وبيكون موجود في بلد اسمها كمنور، ومتسمى باسمها. البلح هنا بنفصصه الاول. روحي دوسي لايك واشتركي في القناة عشان تشوفي كل الجديد اللي هقدمه ان شاء الله. البلح زي ما احنا شايفين كده بنقشره وبنشيل البذرة بتاعته وبنحطه كله في جنب في الطاسة زي ما احنا شايفين كده. هنا كده كل البلح فصصناه الحمد لله. هو الوقت كله بياخده في تفصيصه، ما بياخدش وقت قوي لان هو القشرة بتتشال بسرعة. بس على حسب الكمية اللي انتي بتبقي عاملاها. يعني انا كنت عاملة كمية كبيرة بعملها وبعينها في التلاجة لما نعوز منها. يعني هنا بتجيبي معلقة سمنة او معلقتين، ممكن تحطي سمنة عادية او سمنة فلاحي او زبدة، المهم تكون سمنة، ما تحطيش زيت. بتقلبيه كويس بقى على نار عالية وتفضلي تقلبي فيها لغاية ما يستوي. بتبصي تلاقيه بقى عامل كأنك بتعملي مربى بلح من غير ما تحطي اي سكر لان هو مش محتاج. زي ما احنا شايفين اهو، شوفي بقى عامل ازاي. تحسي ان هو لزق في بعضه كده وسايح وعجن في بعضه كده، بس مصحح برضو، يعني مش عجن بقى لبخة، لا، بس تحسيه ان السكر اللي فيه ساح وعمل زي المنظر اللي احنا شايفينه ده. البلح ده ممكن تعمليه سندوتشات لولادك وهم رايحين المدرسة، مفيد جدا ليهم. البلح زي ما احنا عارفين كله حديد وبروتين وفيه كالسيوم وفيه الياف كتيرة قوي مفيدة لولادنا، وهي يعني وجبة غذائية يعني مشبعة لولادنا. وزي ما احنا شايفين اهو، انا جربته لكم اهو بالعيش البلدي، طعمه ممتاز قوي، طعمه حلو جدا والله. جربوه مش هتندموا. ممكن تعملوه لهم سندوتش كده بلح بس، او تحط لهم معاه جبنة، يبقى زي سويت حادق ومسكر مع بعض، اللي هو سويت اند ساور. زي ما احنا اهو شايفين جبنة وتحطي عليها البلح، بيبقى طعمها تحفة، خصوصا في ناس بتحب تحط حلاوة على جبنة، حاجة مسكرة على حاجة حادقة. في ناس كتيرة بتحب الموضوع ده، فمع البلح بيبقى حلو قوي. وممكن تحطي عليه كمان، تفقشي عليه بيض، تبقى وجبة جامدة صراحة. ده منظره اهو عن قرب. اتمنى لكم كل خير ان شاء الله.